اهلا وسهلا الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بزاف بالناس اللي انضموا للقناه، كنتمنى يعجبكم المحتوى ديالها. وبالنسبه للبنات اللي مازال ما مشتركينش، كنتمنى انهم يشتركوا ويضغطوا على زر الجرس باش هكا يوصلهم اي جديد. اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع اللي مختلف تماما، بعيد على الاقتصاد وعلى شراء الذهب. وهذا الشيء راه حتى هو داخل في القناه نتاعي، لانه مره كنهضر على شي موضوع اللي كيكون اجتماعي كيمسنا حنا كنساء. الموضوع اللي اختاريت نهضر فيه اليوم هو على حموات المستقبل، يعني العجوزه بين قوسين، حيت هذا هو الاسم المنتشر عندنا في المغرب. قبل ما ندخل في الموضوع غنصليو على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، صلاه تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الاماني. علاش اختاريت نهضر في هذا الموضوع؟ لانه بصراحه فيه بزاف ديال المشاكل، والسبب ديال هاد المشاكل هو قله الوعي. وهذا الشيء هو اللي كيخلي بزاف ديال الناس كيطلقوا. كاين شي واحد اللي كيكونوا فاهمين بيناتهم سبب طلاقهم، يا اما الام تاع الزوج، يا اما اختو، يا اما امها هي، يا اما المهم كيتدخل واحد الطرف اللي ما عنده حتى شي علاقه بالعلاقه الزوجيه، ما عنده حتى شي علاقه. وعارفه راسي اشنو كنقول لكم؟ علاش؟ حيت حنا اشنو هو الدستور ديالنا؟ هو القران. يعني كنعرفوا جوج الحوايج في الاسلام: القران والسيره النبويه. صافي، هذا هو المنهج اللي كنمشيو عليه. فبالتالي ما كاين حتى شي ايه كتدل على انه انت كعلاقه زوجيه مع الزوج نتاعك خاص تدخل فيك امه، تدخل فيك اختو، تدخل فيك امك انت، تدخل فيه هو، عائلتك انت يتدخلوا فيه هو. ما كايناش نهائيا شي ايه كتدل على هذا الشيء. كاينه ولا ما كايناش؟ كاين شي حديث كذلك، شي حديث نبوي. يعني اشنا هو الزواج؟ الزواج الله سبحانه وتعالى قال لك هو ميثاق غليظ وموده ورحمه، وقال لك عاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني الحقوق متبادله، ماشي طرف كيتحكم في طرف. انت اللي عليك كزوجه كديري الواجبات اللي عليك، كديري داكشي اللي كيقول لك فيما يرضي الله. هو عليه القوامه بمعنى انه هو اللي عنده المسؤوليه، هو اللي عنده الرعايه، هو اللي عنده الحمايه. يعني هذه المسؤوليه كامله هو اللي كيشدها، ماشي القوامه يعني بين عليك ضلوعه. علاش انا ركزت في هذا الموضوع بالذات على الحموات، وليت انا ان شاء الله في المستقبل الا بقيت في الحياه غادي نكون منهم. لانه كاينين بعض الامهات اللي بقوه واحد التربيه عندهم سبحان الله العظيم ما فهمتش انا منين جايبينها كاع، خلقات لينا بزاف ديال الرجال اللي مرضى نفسيين. كتجيهم المراه بحال شي خدامه، يعني هي الشغل الشاغل ديالها هو انها تمشي تجمع الدار، تربي الولاد، صافي. ما عندهاش شي حقوق ولا شي حريه تاع التعبير ولا حتى شي حاجه، لدرجه انها ما كتعرفش حتى شنو عنده في الكونت ديالو، ما كتعرفش حتى اشنو كيخدم، ما كتعرف يعني ما كيهضرش معاه في شي مواضيع اللي خاصه نورمالمون خاصها تكون خاصه بهم بجوج. ما كيهضرش معاه في هذا الشيء وما كيدخلهاش في حتى شي تفاصيل ديال حياته. يعني هنا اشنو كيبين انه هذا الانسان ما عطاش قيمه لهذيك الانسانه اللي هو مزوج بها، وهذا الشيء ماشي هو الدين ديالنا. لدرجه عاوتاني حاجه اخرى اللي كنلاحظها في بعض الامهات، وغالبا هادو راه كيكونوا في الجينيراسيون القديمه، ولكن كاينين بعض النساء اللي كيكونوا هما بناتهم حتى هما تطبعوا منهم هذيك الطبيعه وزرعوها في ولادهم وبناتهم. مثلا واحد الانسان عنده جوج ولاد وجوج بنات، ولا ولد وبنت، ملي كتنوض هذيك البنت اشنو كدير الام؟ هذه الام اللي كي قلت لكم مطبعه داكشي من امها وامها من جدها وهكا غاديه بالتسلسل. اشنو كدير؟ كتقول لبنتها نوضي جمعي بلاصه خوك، سيري عطي لخوك، تسخري على خوك، ديري لخوك. هذه الطبيعه هذه خصنا نحيدوها، لانه كل واحد مسؤول على داكشي ديالو. بغيتي تعلمي لبنتك انها تجمع وتدير في الكوزينه وهذا ما فيها باس، ولكن الولد حتى هو عنده دور، حتى هو في الدار، حتى هو يقاد بلاصتو، حتى هو يعاونك. حيت كتجي واحد الوقت اللي ممكن انت تكوني عيانه، بنتك تزوجات بقى معك ولدك، ما معك حتى شي حد، غادي تحتاجيه انه يعاونك في شي حاجه ما فيها باس.
وحتى نهار كيتزوج حتى هو ومثلا مرتو عيانه مريضه مسكينه صباحه مدقدقه ما قادراش تنوض، يعرف راسو انه راه يقدر يدير شي حاجه، يقدر تعول عليه يصايبو وكاين اللي كتعرفي دابا ما بيضه هي الاخرى ما كيعرفش يصايبها، اشنو زعما الا صايب بيضه غتنقص من الرجوله تاعو ولا شنو؟ فهمتي؟ هاد الافكار هادو بالضبط اللي خاصنا نحيدوهم، لانهم افكار مغلوطه تماما. هاد الشيء هو اللي كيخلي المراه العامله كتكون كاع هي كتخدم في الدار وكتخدم في الزنقه او ميم طو، يعني نفس داكشي اللي ممكن يديروا الراجل في الزنقه كخدمه كديرها هي، وكتجي للدار وهو كيجي كينعس وهي كتجي تنوض عاوتاني الكوزينه. بالنسبه للمراه عادي انها تخدم في الدار وتخدم في الزنقه، ولكن بالنسبه للراجل لا. تعرفي ان هاد الافكار ما عندهم حتى شي منطق، ولكن هاد الشيء لاش راجع بالاساس هو التربيه ديال الام. هادشي علاش كنركز لكم ونعاود على الحموات. حاجه اخرى تاني بالنسبه للمراه، الام اللي كتكون عندها واحد تعلق كبير بالابن ديالها لدرجه انه نهار كيبغي يتزوج كيجي هي بحال غادي تخطف منها، بحال صافي داك الولد اللي كان غادي ما عرفتش كيف نوصلها لكم، المهم ما غيبقاش كيف ما كان، غادي تجي هاد المراه غادي تعوجو، غادي لدرجه انه فوق تما وقع شي حاجه او لاهير هو ما سالاش مع الخدمه وداك الشيء والستريس او لا ولد وليداتو، وعرفتوا الدراري كيكونوا مسؤوليات اخرين، الا هي مثلا ما مشاش لعندها واحد النهار ولا واحد اليومين هذا المراه عوجاتو نيشان اوتوماتيكمون كيمشيو للمراه نيشان، رغم انه المراه راه ما عندها حتى شي علاقه، اللي راجل راه ما عندوش ما غاديش مرتو اللي غادي تحكم فيه تقول ليه سير عند امك ولا ما تجيش عند امك. يعني الام هذه لا نقاش فيها، الام شي حاجه اللي عظيمه واللي هي في المركز الاول، سواء بالنسبه ليه هو سواء بالنسبه لك انت. يعني الوالدين شي حاجه اللي في المرتبه الاولى. منين كيكون هذاك الانسان يعني بار بوالديه وبار بالام تاعو ما تخافيش على راسك انتيا. اما ملي كيكون هذاك الانسان يعني مسخوط امو كي كنقولوا ما كيهضرش معاها، ما كيصيرش الرحيم، ما كيعطيها شي لا احتاجت، ما هذه راه انت براسك غتخافي على راسك، هذه بعدا ديريها في دماغك، لانه اللي ما عندوش الخير في والديه فبطبيعه الحال ما غاديش تامني ليه. وبالنسبه للنساء اللي كيكونوا هما كعرايسات كتفرح منين هو كيقطع صله الرحم مع والديه، او لمن ما كيمشيش عندهم، او لمن كيكونوا عنده الفلوس وهما محتاجين وما كيعطيوهمش، راه يعني تخاف على راسها لانه كما تدين تدان. حتى هي راه غادي تولد وليداتها واحد النهار، وحتى هي غادي تجيها النوبه، لانه راه هاد الدنيا حنا راه غادي نير اش كيف نقول لك سير حتى توصل نوبتك، ومنين توصل ممكن يعاملوك بكثار من داكشي اللي انت كنتي كتعاملي به، يعني باكفس. نرجعوا للموضوع. يعني ملي كنقول لك انك تفكي داك التعلق بالابن ديالك، لانه حنا الوظيفه ديالنا هو انه نربيو نطلعوا واحد وليدات اللي يكونوا رجال مستقبلا، اللي يديروا داكشي اللي وصاهم عليه الله سبحانه وتعالى اللي هو القوامه. لانه انا وليت كنلاحظ بعدا بزاف ديال الدراري اللي الله يهديهم يا ربي والله يصلحهم جميعا، الله يصلح وليداتنا ووليدات المسلمين اجمعين، ما بقاتش عندهم حس المسؤوليه نهائيا، ما بقاتش عندهم هذيك الغيره على النساء ديالهم. كتلقى واحد داير كونسيبت بمرتو انها كتشطح كتدير يعني بزاف ديال الحوايج اللي هو غادي يكون مسؤول عليهم، لانه كل راعي مسؤول عن رعيته، هو غادي يكون مسؤول عليهم، ورغم ذلك ما مسوقش. علاش؟ حيت هذيك الانسانه كتجيب ليه واحد الفلوس، ما عرفوا من وراء انهم هذوك الفلوس حرام، يعني ما خصوش يديروهم. انا ما كنعممش هنا، ولكن كنهضر لك على لهاد الدرجه وصلنا فيها، وهذا الشيء كامل كيرجع للتربيه ثم التربيه ثم التربيه. كاع هاد المشاكل اغلبيتهم سببهم هي قله التربيه، اللي هي يا اما كتطلع واحد الراجل اللي ما مسؤولش، اللي من صغره بعدا وانت كتعطيه في الفلوس اي حاجه بغا كيشدها، ما كيعرفش بقيمه هذوك الفلوس، فبالتالي ملي كيكبر ما كتكونش عنده واحد المسؤوليه نهائيا، تيولي هو بغا كلشي بارد. يا اما كيطلع شي واحد اللي ما عندوش الاحترام للمراه كاع نهائيا، كيكون يا اما شافك نتيا كأم ديالو، الاب نتاعو يعني كيجي كيبقى يهضر بشي الفاظ نابيه وانت كتحضري راسك وتسكتي، ما كتهضريش، ما كتفرجيش شخصيتك، ما كديري حتى شي رياكسيون. هو كيجي داكشي بلي عادي نورمال، لدرجه انه نهار حتى هو كيبغي يتزوج كيولي حتى هو بغا خصو يفرض نفس هذاكشي، كيجي هذاكشي هو العادي.
اولا كتطلعي واحد الانسان اللي ما عندوش شخصيه نهائيا، كتولي انت كتحكمي فيه في اي حاجه، كتحكمي ليه في زواجه، يعني انت اللي خاصك تختاري ليه شكون اللي يتزوج، انت اللي خاصو يسكن معك ضروري بزاف منه، يعني يسكن معك في الدار، كتحكمي في هذيك الزوجه انها دير داكشي اللي بغيتي انت، رغم انه هادشي راه ما كاينش نهائيا، ولكن هادشي شكون اللي كيوقع فيه؟ ديك الانسانه اللي هي اللي قبلت عليه من النهار الاول، لانه راه اي واحد في هذه الدنيا عنده كرامه وعنده شخصيه، وما كايناش شي حاجه اللي كتفرض يجي شي واحد يفرضها عليك الا انت بغيتي ديريها. ملي كديريها صافي حطيتي كي كنقولوا حطيتي السلاح، صافي رضيتي بهذاك الشيء. ولكن ملي كتكون عندك واحد الشخصيه وكتكوني عارفه اللي كل عليك وما كديريش شي حاجه اللي غادي تضرك ما بينك وبين راسك وما بينك وبين اللي خلقك، كتكوني مرتاحه. يعني انا كنحترم واحد الانسانه اللي هي الام تاع الزوج نتاعي، غادي نقدرها غادي نحترمها لانه في مثابه الام ديالك، ولكن خاصها حتى هي تكون كتعاملك في مثابه الابن نتاعها، يعني كتبغي كي داكشي اللي كتبغي لبنتها كتبغيه ليك حتى نتيا، فهمتي؟ هادشي اللي بغينا نوصلوا ليه هو انها تكون واحد العائله اللي فيها الموده والرحمه، ماشي فيها حروبات، ماشي فيها لا انا خاصني نفرض عليك شخصيتي وانت خاصك تفرضي عليا شخصيتك، وانا خاصك تصنتي لي لهضرتي وانت خاصك تصنتي لي لهضرتي انا. هذه ما كايناش، لانه هنا اش كنوليو شد ليا نقطع عليك، كيولي يا اما هذاك الزوج ما بين نارين ديال الام تاعو وديال الزوجه ديالو، يا اما كتولي واحد الضغينه ما بين ام تاع الزوج وما بين الزوجه اللي كتولي ناتج عليها واحد الحقد، وتيولي يعني بزاف نتاع المشاكل الاسريه اللي كيوصلوا حتى للتشتت الاسري، الطلاق. وهذا الشيء راه عارفينه، يعني بزاف ديال الاسر ملي كتجي كتسولي هذيك الانسانه علاش طلقات، يا اما بسبب عكوزتها، يا اما بسبب شي حد في هذاك الطرف العائله، يا اما بسبب امها هي نيت ام العروسه. يعني راه هاد المشاكل راه ما كينحصروش غير على الحموات بوحدهم او لا على العريسات بوحدهم، راه كاين بعض المرات كتكون الام سبب في طلاق بنتها، كتدخلها في كاع تفاصيل حياتها. كتكون مثلا هي عارفه راسها انها مزوجه بواحد الزوج اللي على قد الحال مصروف، يعني عارفه هي من النهار الاول وموافقات على انها تسكن مع الام ديالو من النهار الاول، كتجي حتى كتسكن ممكن ما يكونوش كاع شي مشاكل، كتقول لها الام تاعها صافي دابا قولي ليه انك بغيتي تعزلي، صافي دروكا بقاي كتجبدي ليه في المشاكل وبقاي كتديري حتى كتوصلهم للطلاق، لانه انت عارفه من النهار الاول ما قدرتيش على انك تنسجمي مع واحد الاسره اللي انت ما عارفاش واش زعما غتقدري تعيشي معاهم ولا لا. الاول ما توافقيش على هذا الزواج، يعني الاسباب نتاع الطلاق متعدده، ولكن انا علاش ركزت لكم على الحموات؟ لانه حنا كمجتمع ذكوري خصنا نغيروا بزاف ديال الافكار، والافكار هاد الافكار اللي كيكبروا معاهم هذوك الدراري ملي كيوليو رجال، كيجيو كتلقاي السبب الرئيسي راجع للام، حيت الام هي اللي كدوزي معها بزاف ديال الوقت في النهار، سواء كنتي بنت او لا دري، يعني تلقاو النهار كامل الاغلبيه كدوزيوه مع الامهات نتاعكم. يعني هي ملي كتشبعي دوك الافكار، هي ملي كتكون هي ديك المنبع. اما الاغلبيه تاع الاباء راه كيكونوا في خدامهم وكيكونوا مع ضغوطات الحياه، يعني كيجي كياكل كيناس. واخا هي تربيه الابناء راه مسؤوليه ديال الطرفين بجوج، يعني الاباء بجوج، ولكن ضروري حنا في هذا المجتمع تاعنا كتلقاي اغلبيه الام هي اللي مسكينه هزه، هي اللي مسكينه حاطه، هي اللي كدير المدرسه، هي اللي كتجيب، هي اللي كيجلس معها النهار كامل في الدار. فالام الاغلبيه كتكون هزه هذه المسؤوليه. حاجه اخرى تاني بالنسبه للمراه المطلقه، مثلا واحد الانسانه اللي تزوجات، يعني عاشت واحد الظروف مع واحد السيد اللي ما كانوش هما هذوك، يعني كون كملات حياتها مع داك الانسان كان ممكن تحماق او لا ممكن يجيها شي اكتئاب او لا، يعني واحد الظروف اللي ما يمكنش شي وحده تقدر تعيش فيهم، فاختارت انها تطلق. الطلاق ماشي عيب، الطلاق مذكور في القران وحلل الله سبحانه وتعالى، يعني شي حاجه اللي عاديه. فمني كتكون المراه مطلقه ما كتلقاش ديك الفرص نتاع انها تعاود حياتها مع واحد الانسان اخر اللي يقدرها واللي يحترمها بحال الراجل. الراجل اللي طلق ممكن يطلق، ممكن يكون كاع والد 3 ويعاود يتزوج، يطلق 2 ويعاود يتزوج، ما عندوش المشكل.
حنا بهذيك النظره ديالنا حنايا، لا راه الا كانت المراه المطلقه لا وولدك مثلا انت عزري، لا ما خاصوش يتزوج بها حيت هي ديجا مجوجه. وفين كاين المشكل الا هو هذيك السيده ارتاح معاها وبغاها وفهمت يعني اشنو الغلط نتاعها هي انها ما اختارتش هذاك الانسان الصح من النهار الاول. اشنو الغلط؟ يعني راه مكتاب انها دوز هذيك التجربه ما سخرش لها فيها الله سبحانه وتعالى، ما غاديش تبقى عايشه حياتها كلها في كآبه. وما يمكنش انها صافي هي طلقات تبقى مبصومه على وجهها انها طلقات، لا ما خصهاش تعاود تزوج شي واحد اللي ما عمره فات فيه الزواج. واش دابا مثلا هاد الرجال غادي يكونوا احسن من الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ما يمكنش ومستحيل. راه الرسول عليه افضل الصلوات راه كان مزوج بالسيده خديجه اللي كان ديجا مجوجه. يعني الا كنا بغينا شي قدوه في حياتنا راه هو الرسول عليه افضل الصلوات. نرجعوا للسيره النبويه ونشوفوا الرسول كيفاش كان كيتعامل مع النساء ديالو، كيفاش كان داك الحب والاحترام والموده. راه هذا الشيء هو اللي خاصو يمشي عليه الانسان، ماشي الهضره الخاويه وماشي دوك الافكار ديال الجاهليه. هادشي علاش خاصنا نوعاو، وخاص اي وحده عندها شي وليد من صغرو تزرع فيه الاحترام للمراه. هكاك راه كيحترمك انتي كأم ديالو، كتكبري في عينيه، كيولي يعني كيبغيك، كيقدرك، كيحطك في واحد المكان. حيت انا كنشوف شي دراري ما كيحترموش حتى مواتهم، فكيفاش بغيتي يحترمك انت كزوجه وهو ما كيحترمش حتى مو؟ كيهضر معاه بواحد لا فاصون اللي ما هياش، كيهضر ويبقى يشير بيديه، كيهضر بالغوات، يعني منين كيوصل لهاد المرحله نتاع انه هو مثلا في سن المراهقه او لا، يعني على الابواب نتاع انه غادي يكون راسو، غادي يكون مستقبله، غادي يكون واحد الاسره. منين هو كيتعامل معاك انت كأم ديالو بهذاك الاسلوب، كيفاش بغيتي يتعامل مع مرته، كيفاش بغيتي يكون اسره. يعني هذاك الشيء راه علاش كنقول لكم انا لا باز من الام. يعني علميه يحترم المراه، يحترمك انت، يحترم اختو، الى عنده اختو يحترمها، يحترم مرته. الله سبحانه وتعالى راه عاطي لكل وحده المكانه ديالها، راه ما كايناش شي وحده كتدي بلاصه شي وحده اخرى. الام راه عندها المكانه تاعها والزوجه راه عندها المكانه تاعها. الام عندها الحق عليه كأم، ومرته عندها الحق عليه كزوجه. يعني انت الا بغيتي شي حاجه من الابن تاعك بينك لبينه، ما تدخليش الزوجه ديالو في النقاش نهائيا، بينك لبينه. يعني انت اللي غادي تهضري معاه هو اللي غادي يهضر معك، ما تبقاوش كتخلطوا الشكلي في العكلي. انت كأم غتهضري مع الابن تاعك، لا الزوجه ما عندها حتى شي علاقه وما عندها حتى شي دخل بانها تدخل فيه هو. فهمتي؟ كانت شي حاجه بينه وبين الزوجه ديالو انت ما عندكش فيها علاقه، انت كأم ديالو ما عندكش فيها علاقه الا هما طلبوا الراي نتاعك، عاد ديك الساعه كتدخلي. ماشي هاد اللي كنشوفوا شحال تاع العائلات هكا كتلقاها كتدخل ليه في كلشي، في اي حاجه كتدخل فيها، كتقول ليه ديك الهضره نتاع كاع توصل للدرجه نتاع طلقها ونجيب لك ما احسن منها ونجيب لك لالاها. والواعره هي انه كيكونوا بيناتهم وليدات كتولي انت مفرقاهم، فكي غادي تكوني غدا قدام الله في يوم الحساب بانك انت السبب في التفرقه نتاعهم وفي الشتات نتاع الشمل ديالهم، كي غتكوني؟ وعلاش اختي انا اللي ما ندخلش السوق راسي، نخلي كل واحد عايش حياته براحته. فماشي لكوني انا الام نتاع هذاك الراجل صافي عندي الحق وعندي الصلاحيه ندير اي حاجه بغيتها، نتحكم لهم في حياتهم. فكيف ما حتى انا ما غاديش نبغي شي حد اللي يتحكم ليا في حياتي، فحتى انا خصني هكاك ندير، انا خصني ندخل سوق راسي. طولت عليكم هذا النهار. هذا الموضوع هذا هو الصراحه فيه بزاف ما يتقال، ولكن ما بغيتش ندخل في بزاف نتاع التفاصيل اخرين وبزاف تاع المواقف اللي شفتهم انا قدامي يعني وقعوا لشي ناس، وهما الصراحه كاع اللي خلوني نفكر في هذا الموضوع. ايوا نتمنى هذا الموضوع يكون عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع اخر. وكيف العاده ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش هكا يوصلكم اي جديد. السلام عليكم.